هو لانه ماشي في حمله تشويه صوره الدعوه السلفيه، والا فالحقيقه ان هناك محاولات لتشويه الصوره كما ذكرت بالمتناقضات، زي ما بالظبط كده ايام قبل الاحداث كان بيتقال علينا خوارج ويتقال علينا ايه؟ مرجئه. الاثنين يتقال عليك عميل لامن الدوله ويتقال عليك عايز تخرج على الحاكم وتقاتله. الاثنين كل واحد باصص لك لان انت في الحقيقه في الوسط. فعشان كده ده بيشتمك من هنا وده بيشتمك هنا. واحنا قلت للاخوه قبل كده اللي سايق قطر مش هينزل على كل واحد عايل يحدف طوبه ينزل يقول له بطل تحدف طوبه، يلا بطل انت اسكت كده. لا، هيمشي حتى ولو اتكسر الازاز. القطر يوصل لمكانه ان شاء الله لمسير هدفه. مش مهم بقى اللي بيحدفوا طوب كتير، كبار صغيرين عيال رجاله ستات، احنا ماشيين في سكتنا والله المستعان. فالكلام اللي مثلا بقول لكم ذكروه ده جريده الشيوخ ده بتر للكلام. واللي يقرا الحقيقه ان المعظم دايما يقرا العنوان ما يقراش الايه اللي جوه. يعني الشيخ مثلا قد تكون صدرت منه كلمه في حق الاخوان عنيفه وزياده عن اللزوم، مثلا اللي هي بتاعت ان هو ماشيين بما اتاكم رسوله، ما اتاكم حسبنا فخذوه ما نهاكم فانتهوا. لكن الحقيقه ان الشيخ بيتكلم عن الاخوان كلام ان هم بيقول اخواننا في النهايه، وده ما اتنشرش او ما اتحطش في العنوان، موجود جزء منه صغير اللي هو اللي قاله الشيخ. وان كان هو بينكر مساله التعصب للاستاذ حسن البنا رحمه الله، وهو ترحم الاستاذ حسن البنا وذكر فضله ومنزلته، لكن الكلام ده لم يذكر، وذكر الجزء الايه اللي فيه انكار التعصب، مع ان الكلمه حاده زياده عن اللزوم، ويعني ليست يعني مما يعني ليست تعبر عن عقيدتنا كده. ده كم ده في اتهامهم بغلو يصل الى درجه يعني فظيعه جدا، يعني قد لا تكون تجامع اصل الايمان. لكن ونحن لا نراهم كذلك، نرى فيه نوع من الغلو فعلا، لكنه لا يصل الى حد انهم يجعلونه كالرسول. نحن لا نقول ذلك. ولكن الكلام اللي كان منشور اللي هو قاله الشيخ بيتضمن كلاما حسنا عن هذه الجماعه في مع نقد لها، وليس بطريقه ابراز النقد فقط كانه نقد هدام كما يفعله الكثيرون في مع الدعوه. كما ذكرت الديمقراطيه حرام. الشيخ قال الديمقراطيه ما فيها من المحاسن ماخوذ من الشريعه، او معنى هذا الكلام، ونحن قررنا ذلك من قبل ان المحاسن اللي موجوده في الديمقراطيه اللي الناس كلها مقبله عليها عشان مفاسد النظام السابق، مقتنعه بالديمقراطيه عشان نفسهم يبقى في انتخابات حره، في يعني عدم تسلط وتوحش الحكومه والحزب الحاكم ونحو ذلك، عدم الاعتداء على الناس، كل هذه الامور. لكن مضموم اليها لو انت كده وضبط كوب من العصير الممتاز الطعم الحلو ورحت جاي حاطط فيه سم قاتل، فلو قلت لك اوعى تشرب من الكوبايه دي هتقول عليا انت بتحرم العصير. ماشي كده ينفع؟ انا بقول البتاعه دي فيها سم. السم القاتل في الموضوع هو اعطاء حق التشريع لغير الله. وزي ما قلت لكم قبل كده بيمتحنوا الاسلاميين في هذه النقطه بالذات. لو جت صناديق الاقتراع بالغاء الشريعه، بالغاء حكم الله بالكفر، يعني هتقبلوا ولا مش هتقبلوا؟ مفيش مسلم ينبغي ان يقول، ولا يجوز لمسلم ان يقول اقبل. حكم الله فوق حكم البشر، القرآن فوق الدستور وفوق القانون، كلام الله هو الأعلى، كلمة الله هي العليا. ما يجوزش المسلم يقول أقبل أبدا. ومع إن إحنا على يقين من إن لا يمكن للشعب المسلم أن يختار إلغاء الشريعة، وهذا أمر لا شك فيه، يعني لا نشك فيه. وزي ما يقول بعض الكتاب اللي بيقولوا أحيانا يعني ما تزعلوش قوي على المادة الشريعة عشان مش متطبقة ولا لها وجود ولا لها أثر، ومع ذلك أحدهم كتب بيقول طب يجي أي واحد يعلن في برنامج حزبه ولا في برنامجه الانتخابي إن هو عايز يعدل المادة التانية ويشوف إيه اللي هيحصل له من الناخبين، يعلنها صراحة كده ويقول إن هو عايز يلغي مرجعية الشريعة، ولا هيلاقي حد يقرب منه بصوت واحد، محدش هيديله صوته أبدا. ده لو استنى حي يعني. ده لو استنى حي فعلا. بس انا المهم يعني انت ارهابي ده انا
فالغرض المقصود ان بنقول هذا الكلام، ولكن هم على حتى يعني يحيى الجمل كان بيقول ان اضافه التعديل الدستوري بتاع المصدر الرئيسي كان نفاقا سياسيا. بينافق مين؟ طب انور السادات كان بينافق نفاق سياسي علشان يعدل زياده مده الرئاسه الى مدد متتاليه بدل مدتين. فقال حط لهم البتاع دي، ده دليل انه عارف ان الشعب يريد ايه؟ الشريعه، وهيقبل عشانها الظبط، هيقبل عشانها الديكتاتوريه، لكن لو هتجيب لي الشريعه انا موافق. فده هيتسمى نفاق سياسي ولا ده تعبير عن اراده الامه؟ في الحقيقه ده تعبير عن اراده الامه. هو دخل حاجه في غطاء الشريعه، ده دليل على حب الناس للشريعه. ما تجيش ترغمني وتقول لي لازم تقول ان اقبل بالغاء الشريعه لو اختارها الناس. لا يمكن ان اقبل ذلك، مش هقولها ولا هرتضيها. فبنقول ان مثل هذا الكلام لما تقول لي بالظبط كده اللي بيقولوا اللي قال لك الديمقراطيه حرام، لما قلت لك كوبايه عصير وانت حطيت فيها سم وقلت لك ما تشربش منها عشان دي تحط فيها سم، تقوم تقول لي انت بتقول العصير حرام. العصير حرام عند الناس دول يا اخوانا، الناس دول بيحرموا العصير، وهكذا. نسال الله العافيه. ده ظلم وعدوان وتعدي، وبتاع كلها تهم بالباطل. فيعني نسال الله العافيه. احنا بنصححه على قد ما نقدر اهو. هم فكرك هينشرهم؟ للاسف الشديد ان الجرائد دي جرائد يعني لها اجندات معينه وتمويل معين باتجاهات معينه.